أفضل نسخة من منتخب فلسطين من سنوات. نقدر نحكي عن هذا المنتخب إنه فريق ناضج كرويا، فريق عنده أفكار وشخصية واضحة، عنده انضباط دفاعي وأداء هجومي من جميع اللاعبين، والتزام بالأدوار الدفاعية كمان من جميع اللاعبين، عمل بدني كبير وواضح جدا، لأنه إنك تفوز على قطر على أرضها وبين جماهيرها وافتتاحية بطولة كأس العرب، هذا إشي مش طبيعي ومش عادي. وفعليا أنا عندي 3 نصائح لمنتخبنا الوطني الفلسطيني. أولا الابتعاد عن الغرور والبقاء على الأرض، لسه ما صار إشي، هي مجرد 3 نقاط لكنها فاتحة خير. النقطة الثانية الابتعاد عن تشتيت الكرات، محاولة تحويل هجمات الخصم لهجوم لإلنا، لأنه ممكن يعني يزيد فرصة واحتمالية تسجيل الأهداف. وفعليا التركيز أكثر أمام المرمى، لأنه حقيقة اليوم استحقينا الفوز بأكثر من هدف لولا الفرص الضائعة. في النهاية ألف مبروك لمنتخبنا الوطني الفلسطيني، كل التوفيق في المواعيد القادمة. وأنا متفائل جدا لدرجة أني بشوف منتخب فلسطين هو المنتخب البطل في حال قدر يتجاوز دور المجموعات. إن شاء الله نقول يا رب يا رب إن شاء الله.